السلام عليكم حبايبنا طلابنا الغاليين. دي سلسله جديده من سلسله توصيات او من سلسله تجربتنا واللي هنجرب فيها حاجات ونتكلم معاها عنكم بشكل كويس وبشكل صريح ان شاء الله. طلاب الثانويه عامه الف مبروك، خلصنا امتحانات، الف مبروك النتيجه مهما كانت خليك فخور بيها طالما انت عملت اللي عليك. اي طالب داخل كليه طبيه او اي طالب حرفيا في كليه طبيه لكن حابب يطور من لغته، وانت عارف انك انت كدكتور او طالب في كليه طبيه لغتك ده شيء مهم جدا في التعامل مع الناس، وفي التعامل برضو مع المذاكره، وفي التعامل مع الروشتات، وفي التعامل في المستشفى، في التعامل مع اي حد. فالنهارده جاي لكم بكتاب مصطلحات طبيه اسمه مصطلحولوجي. الكتاب ده كتاب جميل جدا، انا جربته. الكتاب ده من كل كليه ليه كتاب، يعني على سبيل المثال 5 كتب ل5 كليات. الكتاب ده لمين؟ لكل طلبه الكليات الطبيه سواء بشري، اسنان، صيدله، علاج طبيعي، تمريض، والمعاهد الصحيه. الكتاب كل كليه ليها كتاب. الكتاب مقسم لاجزاء اكتر من 12 13 16 جزء، اجزاء كتيره جدا. الكتاب مفيد في ايه؟ ان هو رقم واحد بيبدا معاك ياخد المصطلح من بدايته، من بدايه تكوينه، من كلمه الروت وهي اصل المصطلح، ثم بريفكس اي حاجه بتضاف لبدايه المصطلح، ثم سافكس ودي اي حاجه بتضاف لنهايه المصطلح. بيعدي معاك على كتير من الامراض، بيعدي معاك على اجهزه الجسم، بيعدي معاك على كميه كبيره جدا من المصطلحات. على سبيل المثال الكتاب في نسخه منه 1200 صفحه كلها مصطلحات. من مميزات الكتاب كمان ان هو عربي وانجلش مع بعض، فده بيسهل عليك الدراسه كمبتدئ. بعدين بيبدا العربي يقل والانجليش يزيد، دي من المميزات. ولكن للامانه الشديده فمن ضمن العيوب بتاعت الكتاب ان هو في المستويات المتقدمه لحد ما بعض الحاجات اللي بالعربي بتكون ترجمتها مش احسن حاجه بالنسبه للفهم للطالب. ده تجربتنا من الكتاب، وهو كتاب ممتاز جدا من تاليف دكتور ابراهيم. استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله وهننصحكم بحاجه جديده. السلام عليكم.